السلام كيكم خياتي خواتي بناتي امهاتي، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير بصحه جيده وفي احسن الاحوال يا رب العالمين. ما تنساوش تصلوا وتسلموا على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. مرحبا بكم في قناتي المراه الطموح. جيتكم بحوض الصابلي. شوفوا بنين، بسم الله ما شاء الله، بمكونات ومقادير جد بسيطه والبنة اكيد. يا سلام يا سلام، تبعوا الوصفة من الأول حتى الأخير باش نحكي لكم قاع التفاصيل وقاع الأسرار وكيفاش درت هاد الكوموند تاع هاد الصابلي اللي جا. بسم الله ما شاء الله. وكما نعرفوا كل وصفة عندها طريقة تقديم وتحضير. نروحوا الوصفة بدون إطالة. درت الرشة الخفيفة نتاع الملح. أنا البنات عندي كمية نتاع المارغرين ولا نتاع الزبدة. شوفوا هنا درت 250 غرام، هذاك القطر تاع 500 قسمته على زوج وديت النصف نتاعه. عندي زوج حبات نتاع البيض، عندي كاس الا ربع نتاع السكر ناعم ولا سيغ غلاس، وعندي كاس الا ربع نتاع الزيت. غندير كلشي على ضربة لخاطش غادي نخدم بالباتيغ. اللي ما عندهاش الباتيغ تخدم بالبسياس، البيض مع الزبدة ومن بعد تبقى طيب بشوية. البنات درت هنايا البطارون بذوق الفراولة. انا على حساب كوموند ولا الزبونة واش تبغات خدمت لها، كيفاش ما بغات هي الذوق اللي بغاته والبنة اللي بغاتها درتها لها. حليتها هنا غير شوية هكا بالمغرفة. كنت باين نخدمها هنا بالباطيق، كشت الزبدة هكا طرية وكامل كنت نخدمها غير بيدي. شوف بصح كي تكون وقت الشتا الزبدة خدموها مع السكر غاية. شو البنات هادي غير النمل والله لا راها داير حالة فينا. شوفوا حليتها غير بيدي هكا. تقدروا تخدموا بالفوي ولا تقدروا تخدموا بالضراب الكهربائي. انا حتى كنت باين نخدم بالضراب الكهربائي، ومن بعد كي شفت الزبدة هكا طرية قلت علاش لا نخدمها غير بيدي. شوفوا هنايا شفتوا النمل البنات راه داير حالة فينا. هذاك الباترون نتاع الفراولة البنات تعطيك البنة ولحد الذوق بسم الله ما شاء الله وحتى اللون. هيا حليت غاية هكا غير بيدي. تقدري تخدمي بالباتيغ ولا بالفوي عادي كيما بغيتي نتيا. هنا عندي البنات النشاء الذرة ولا المايزينا تعطينا هشاشة وخفية لهاد الصابلي نتاعنا. درت 3 مغرفات كبارين من النشاء وندخلهم كذلك هكا باليد بالاصابع فقط بدون تلك الصابلي نتاعنا اكيد. هكذا هاي شوفوا كي ولات قوام نتاعها كريمي. نبقى دروك نضيف الفرينة بالتدريج هكا. شوفوا الفرينة تاعني مغربلتها في بواص كما كنتم تشوفوا. ودرت وحده فرفاره هنا بنتي راهي تعاون فيا. هاي درت لكم سلام وما تنساوناش بالجام. بقيت نضيف الفرينة بالتدريج حتى نتحصل على عجينة جاية طرية وما تلتصقش باليدين. القوام تاع الصابلي وهكا ما تقصحوهاش البنات. كيما نعرفوا لاباط فيها الزيت هاد والزيت كيما نعرفوا هكا يحشيها لنا هكا خطرات. لازم ما تكتريش الفرينه، خليها طريه، واذا شتيها خاصه زيديها وبالاصابع فقط باصابع الايادي هكا. دائما الفرينه نتاعكم تكون مغربله من قبل باش هذيك الفرينه كي تغرب ليها غادي تعطيك هشاشه وخفيه للكاطو نتاعك. وهكا كاش حاجه خيط ولا حبيبات محدثين ولا حاجه تانيك ما يغبنوكش في الخدمه. هايا صاي هنا بدات تلم معايا
كيما راكم تشوفوا نلمها ونرجع معاكم باش نوريكم القوام اللي تحصلت عليه. ها فوالا، شاده روحها بصح جايه طريه في نفس الوقت. دائما دائما اي وحده مبتدئه نقول لك خدمي ولا بغا ماشي مبتدئه، لازم الكيس بلاستيكي. ندير واحد من تحت، نحط العجين تاعي وندير كيس بلاستيكي من الفوق. لازم هاد المرحله خياتي، هذا الكيس بلاستيكي راه يساعدنا بزاف بزاف في الخدمه نتاعنا. انا درت هنا في المرحله انا درت الفرن تاعي يحمى مسبقا، وجبت السنيوه تاعي تاني دهنتها بالزيت. نخاف هكا تلصق لي، ولا سيرتو اذا كنتو غاسلينه ننصحكم انكم تدهنوه لازم. نخلي هنا العجين تاعي ماشي رقيقه بزاف وما نخليهاش تاني خشينه، وتبداو تطبعوا فيها بالطبع اللي بغيتوه نتوما وعلى حسب ما بغات الزبونه نتاعكم. هكا انا جبت هذا الطابع اللي بغاتها الزبونه جاي افوار، وطبعت به. طبعي هكا وهربي، حاولي ما تزعزعيها لا هكا لا هكا. اذا زعزعتيها حبه غادي تجي كبيره حبه صغيره. للامانه هنايا العجين تاعي ما تقلص لي الحبيبات وكاع كيف على قد ما تقلصوني ما حتى شي. هاي نطبعهم ونقلعهم ونحيهم في السنيك كما قلت لكم. الكيس تاع البلاستيك غيساعدك بزاف بزاف في الخدمه. ونكمل كامل بنفس الطريقه. شوف هكا حتى نكمل كاع العجين تاعي. انا غادي نقول لكم هنايا حبيبات هكا ولا حبيبات عفوا باش ما نطولش مع خياتي. وهنا كما قلت لكم الذوق اللي بغيتو نتوما ديروه. انا على حسب ما بغات الزبونه درت لها، وانتوما ثاني كديروه على حسب ما بغيتو ولا على حسب ما بغات الكليون تاعكم. هكا ونحط الصابلين تاعي. وشوفوا الكيس بلاستيك كيفاش يساعدني في الخدمه، تنحالي بكل سهوله. كورنيه ديرتها فوق البوطاجي ولا فوق الطاوله بكري كانت تغبلنا، بصح دروك الكيس بلاستيكي راه ناعمه، غير تسقديها هكا وترفديها بكل سهوله. اي وحده تقدر ترفدها. تنساوناش بالجيم والاشتراك للقناه لدعم الفائده. وباش نزيد نحط معكم وصفات اخرى باذن الله، ولا اي حاجه نديرها في داري من وصفاتي المجربه نحاول نشاركها مع خياتي واخواتي. هاي انا نكمل معكم غير هاد المره. شوفوا فقط خلوا العجين تاعكم طريه خاطر فيها الزيت وتنشف لكم من بعد. حاولوا خليها طريه شويه باش ما تغبنكمش وما تجيكمش يابسه ولا. هاي البنات، هاهي نروح نطيبهم. البنات درتهم انا طيبت الصبر ماما طيب غير من تحت، طيبتهم من تحت وزدت نشفتهم غير حاجه خفيفه فقط. ونروحوا البنات دروك خدمت كريمه الزبده على جيه. وهاول الصابين تاعي بعد ما طاب ما جا مشقق، ما جا بسم الله ما شاء الله. شوفوا الطريقه البنات. انا جبت كريمه الزبده بعد ما طلعت الكريم تاع الزبده البنات كندير لكم وصفه باذن الله. ودرت وانتم هنايا على حسب الزبونه على حسب ما بغيتو نتوما. درت هكا بالبونش، ودرت في الوسط البوغاش هكا نتاع الكرز، ولصق حبه حبه بهذه الطريقه. والطريقه نتاع الكلاصاج وكاع الزبونه كيفاش بغاتها. صايي بغات كلاصيها لروحها، حبت نحبس لها في هذه المرحله هنايا كيما هكا. وهي انا غادي نديرها في الثلاجه ولا في المجمد ونعطيها لها وتكلاصيها لروحها وتزيد تكملها الخدمه نتاعها. وهاي ولا الصابون تاعي بعد ما كملته كامل. ها ولا. شكرا على الدعم تاعكم وشكرا على التعليقات نتاعكم. السلام.